كنت اسطوره من اساطير نادي الزمالك هتسيب يوسف يلعب في الاهلي. فدي حاجه طبعا هتتحسب عليه، يعني الناس هتنتقد. فالموضوع بالنسبه لي ما عايزين تدخل منك. لا يعني هو زي دي الحاجات، ما هي الاحتراف وكل حاجه، بس دي حاجات هتلاقيها فيها، عارف ايه، ليها امتداد، ليها اصول. زي مثلا احنا دلوقتي كلنا بنتكلم فرحانين ان احنا بقى عندنا اصول ممتده. زي مثلا الكابتن حماده امام، كابتن يحيى الحريه. طب ليه ما الاهلي فوض حازم امام؟ محمد يحيى الحريه ماشي. تمت ما تمتش. في حاجات كده بتحصل يا مهيب، بتبقى انت فيها يعني بتحب ان هي تستمر، وتحب ان الاصول دي تستمر. يعني الكابتن حماده امام، حازم امام، لما يطلع اسامه نبيه، يطلع يوسف اسامه نبيه، يطلع مالك اسامه نبيه، دي اصول كلها يعني مهمه جدا بالنسبه لنا. يعني انت لو جاله عرض من الاهلي انا مش بتاعتي، هو طبعا صاحب قرار. لا، ما هو قال لك هستشير بره. طالما هو شافني وحسس بالموضوع يبقى وضع طبيعي. خلاص هو الراجل عارف الموضوع عامل ازاي. انا بالنسبه لي الموضوع صعب جدا. لان زي ما بقول لك، هو القرار مش هيعود عليا انا، هيعود عليا وعلى والدي وعلى اخويا الصغير. يعني انت مش عايز تبقى مثلا مع النادي الاهلي وبتحرز هدف في نادي الزمالك واهلك يزعلوا؟ لا صح كده؟ لا، الكلام ده ما الموضوع لا، الموضوع ده بالنسبه لي صعب، ما بفكرش فيه، حتى عمري ما فكرت فيه ولا هفكر فيه يعني. طيب ماشي، نروح. خد بالك ده حصل في قطاع الشباب. احنا نسال حد تاني على السؤال ده. حصل في قطاع الشباب لما كان في انبي طلب في الاهلي. كان في مناوشات كده ان فتره من الفترات ان هو ممكن يروح النادي الاهلي. وايه اللي حصل؟ زي ما بقول لك. طب احكي لنا الحكايه. زي ما بقول لك احكي لنا الحكايه. هي الموضوع، كنت بلعب في نادي انبي، كان في يعني كنت بلعب ضد الاهلي كتير قوي. وكنت بعمل ماتشات جامده قوي. فهم شافوني فكانوا عايزيني. بس الموضوع ما كانوش يعرفوا انت ابن مين. لا، كانوا عارفين، بس الموضوع كان بالنسبه لي انا حتى كان الموضوع عارف اللي هو ايه. ليه لا؟ الموضوع عارف اللي هو على استحياء يعني. حد بيكلم مين اللي بيقول ليه لا؟ حد بيكلم حد من